مرحبا بكم في قناة نيوزلاين ER، القناة اللي تجيب لكم آخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية بطريقة سريعة، دقيقة وحماسية. إذا كنت من عشاق المنتخب الجزائري ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لأنه اللي جاي أخطر وأقوى. عاجل وفي خبر رياضي يهز الشارع الجزائري، المنتخب الوطني يحضر لمفاجأة من العيار الثقيل قبل أسابيع قليلة فقط من الاستحقاقات الدولية المنتظرة. مصادر موثوقة من داخل الفاف أكدت أن الطاقم الفني يعمل في صمت على إعادة هيكلة المنتخب بطريقة غير مسبوقة. التحضيرات سرية، الأسماء سرية، وحتى الخطط التكتيكية يتم العمل عليها بعيداً عن الأضواء. المفاجأة الأولى: عودة أسماء كبيرة كانت مستبعدة في الأشهر الماضية بعد أن أثبتت جاهزيتها البدنية وتألقها مع أنديتها، وفي المقابل استدعاء وجوه جديدة محترفة في أوروبا، لاعبين شباب يتميزون بالسرعة، القوة والجرأة، واللي ممكن يقلبوا المعادلة داخل المنتخب. الطاقم الفني أكد أن التغيير هذه المرة حقيقي، ليس مجرد تحديث بسيط، بل إعادة بناء كاملة لهوية المنتخب. مصادر صحفية مقربة من المنتخب كشفت أن المدرب بصدد اعتماد أسلوب هجومي شرس، ضغط عالي من البداية، سرعة في التحول، استغلال الأطراف، وتركيز كبير على اللعب المباشر. الخطة الجديدة تعتمد على اللاعبين عندهم قدرة على افتكاك الكرة بسرعة وجرأة في صنع الفارق الفردي، والهدف واضح: منتخب يلعب دون خوف، يلعب للفوز فقط. ولمزيد من التحضيرات يتم التفاوض حاليا على برمجة مباراة ودية ضد منتخب عالمي كبير. المباراة هذه راح تكون الاختبار الحقيقي للنسخة الجديدة من الخضر. التفاهمات الأولية موجودة، والاتحاد ينتظر فقط الإعلان الرسمي، وأسماء المنتخبات المطروحة كبيرة جدا على غرار منتخبات أوروبية ولاتينية قوية. الجماهير الجزائرية تعيش حالة تفاؤل رهيب، الشارع الرياضي يتفاعل بقوة، والكل ينتظر يشوف الوجه الجديد للمنتخب، خاصة بعد النتائج الأخيرة اللي ما كانتش في المستوى. على مواقع التواصل موجة كبيرة من الحماس والانتظار، الكل يقول: نريد منتخب قوي، نريد العودة للواجهة، نريد منتخب يشرف العلم الوطني. الأيام القادمة ستكون حاسمة، والإعلان الرسمي عن القائمة الجديدة والخطة المعتمدة راح يهز الساحة الرياضية الجزائرية. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات برأيكم أي لاعب يستحق العودة للمنتخب، ومن اللاعب اللي تتوقعوا يكون مفاجأة القائمة. لايك، اشتراك وتفعيل الجرس. هذا كان فيديو اليوم من قناة نيوزلاين ER، نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.